في الوقت اللي الداخلية عاملة حملة ضد البلطجة في الشوارع، بيطلع هنا واحد ضابط من الداخلية بيسحل سايس عربيات في قلب الشارع. وهنا يا جماعة مشكلة كبيرة. احنا بنحاول ننشر الوعي بيننا وبين الناس عشان نقلل من البلطجة، والداخلية ما شاء الله عاملة حملة توعية وحملة نظافة في الشارع المصري من البلطجة وغيره. يطلع واحد للأسف بيمثل الداخلية ضابط بيسحل شاب في الشارع. ايا كان السبب، انت خد حقك بالقانون. مينفعش يا جماعه. الرسول صلى الله عليه وسلم فرح لما كان في رحله المعراج وشاف الجنه. فرح ببلال لما شافه في الجنه. فرح ببلال لما شافه في الجنه ليه؟ عشان بلال كان من المستضعفين، كان من الناس المستضعفين ايام قريش. مش معنى ان الشاب ده مستضعف اللي انت تسحله السحله ديت. هو مش خايف منك عشان انت اقوى منه، لا، هو خايف من البوزيشن بتاعك او من وظيفتك اللي انت مستخبي وراها. كان ممكن يقل منك وممكن يضربك ممكن هو اللي يسحلك في الشارع، وساعتها كان هيبقى شكلك وحش وشكل الداخلية كلها وحش. فرجاء يا جماعة لازم الراجل ده لازم يتحاسب من وزارة الداخلية، يكون حسابه عسير عشان يبقى عبرة. لان مش عاوزين نخش في المنطقة دي، لان البلد مش ناقصة بصراحة يعني.